حسد الناس. حسد الناس في كل مكان. حسدني أحد الناس على حياتي، قال: كل سبل الراحة في بيتك، من نعيم للنعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسدني أحد الناس على حياتي، قال: كل سبل الراحة في بيتك، من نعيم لنعيم. قلت له: يا عزيزي، غرك صفاء الماء، غرك منظر قوب الزهي، تعال وذوق قليلا. فلما ارتشف منه قليلا شهق وقال أنه علقم لا يطيق، كيف لك أن تبلعه؟ كيف استطعت أن تشرب؟ قلت له في سخرية وضحكت، قلت له: ذلك الذي حسدتني عليه. البيوت أسرار، والظاهر للناس غير ما يخفي فيها، وما يخفي عليك هو المر العلقمي. وراء تلك الابتسامة ألم وتعب. السعيد سعيد بما يملك وليس بما لا يملك، ويطلب ويتمنى ويقول: لو ربي حققها سأكون أسعد إنسان. وتتحقق، ثم ما يلبث أن يتمنى شيئا آخر وآخر، نسى ونسى ما لديه من نعم. قلت له: لو تفكر فيما عندك أنك تملك القناعة والرضا، لو تنظر إلى حال الناس لم تفكر بهذه الأقاويل، لو تنظر لمن أهم أدنى يمتلك الرضا، لو نظرت لصحة إنسان لسجدت إلى الله شاكرا، فالصحة لا تعوض بأغلى المال. لو كشف الغطاء ما نتمناه حياة غيرنا. الله له الحكمة بكل شيء، هو أرحم وأرف علينا من أمهاتنا. كرروا دايما الحمد لله كثيرا. الحمد لله تزيد النعم. الشكر تمنوا الشكر من الله وما لديكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا تسخر مبتلى، لا تسخر من مبتلى أن لا تعرف ما بداخله وما في بيته، بأن تقول عنه ضعيف الشخصية. فنوح كانت زوجته عاصية، ولكنه كان عند الله صفيا. ولا تسخر من الناس الضعفاء، بأن تقول لهم أنهم عدمات القيمة. فالشخص الضعيف هو قوي الإرادة، لأنه يملك نفسه عند الغضب. ولا تسخر من المفلس بعد غناه، بأن تقول عنه فاشل.
لأن الفشل هو يجوز ربنا له حكمة في كده، بأنه ممكن يكون يعمل أكتر من كده حاجات في الأرض فاسدة وأمر فاسد في الحياة الدنيا، وعاقبته النار في الآخرة. ولا تسخر من مهنة إنسان بأن تقول عنه أقاويل وتقلل من شأنه، فكل إنسان له حاجة لإنسان أيضا. فالنجار له صفته إن إحنا بنحتاج له، والخياط له صفته إن إحنا بنحتاج له في حياتنا. لا تقلل من أحد ولا تسخر من قيمته الشخصية ولا تسخر من المهنة. لا تسخر من فكر إنسان وتقول أنه لا عنده فكر وغبي وما بيفهمش. يجوز أنه مش عارف يوصلك، لكن يكون أحسن لأن هو قدر يوصل ممكن لربنا مراتب أعلى. عزيزي وعزيزتي، لا تسخروا من قوم محرومون، لا تسخروا منهم، فالمحروم دائما مبتلى، لا تعلم قيمته عند الله فيما يفعل. لا تسخروا من السجناء، فهم سجناء لكن أقوياء بروحهم. لا تسخروا من المفلس، فالمفلس هو غني. ولا تسخروا من فاشل، ربما يكون فاشل لكنه يعلم بفشله إلا الله، ويجوز له أن يكون في مراتب عليا لأنه بيحمل صفات أخرى. ولا تسخروا من مهنة أي إنسان بيأديها في حياته. جايز المهنة دي أنت بتسخر منها لكن هي بتقدم عمل مفيد في حياتنا، زي مهنة الخياط ومهنة النجار ومهنة البقال ومهنة الصنايعي اللي بيعمل لنا في حياتنا حاجات كتيرة أوي في حياتنا، هي بتكون مفيدة في حياتنا. لا تذكروا إنسان الغيبة والنميمة طول الوقت وتدن. لا تسخروا بالناس وتظنوا فيهم ظن السوء، واجعل لنفسك قولا عزيزا ودع الخلق للخلق. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.